الادينومايوسيس. ايه موضوع الادينومايوسيس؟ بطانة الرحم المهاجرة أو تواجد بطانة الرحم المهاجرة في عضلات الرحم. التغدد الرحمي، وجود بطانة رحم مهاجرة داخل عضلات الرحم، كل ده بيسمى الادينومايوسيس. الادينومايوسيس هل هو بيمنع الحمل ولا لا؟ في الواقع الادينومايوسيس ده ممكن تجي لنا مريضه اصلا مخلفه 3-4 مرات ومشكلتها كلها في الالم اللي بيجي اثناء الدوره الشهريه او اثناء العلاقه الزوجيه او اثناء التبويض، وممكن تكون مشكلتها فقط الدم الكتير اللي بينزل مع الدوره او في غير موعد الدوره. طيب فيما يخص المريضات بتوعنا احنا اللي هم مريضات تاخر الحمل والحقن المجهري، هل الادينومايوسيس ممكن يمنع حمل؟ وهل الادينومايوسيس ممكن يكون سبب من اسباب فشل الحقن المجهري؟ في الحقيقه احنا لو فحصنا وكملنا كل الفحوصات بتاعت الزوج والزوجه ولم يتبقى لدينا الا الادينومايوسيس، فممكن فعلا يكون هو السبب في تاخر الحمل، وممكن برضو يكون هو السبب في عدم نجاح عمليه الحقن المجهري. هل الادينومايوسيس له طريقه معينه في العلاج بالنسبه للناس المتاخرات في الحمل؟ وهل له بروتوكولز او بروتوكولات معينه في الحقن المجهري مخصصة له مختلفة عن البروتوكولات العادية للتعامل مع حالات الحقن المجهري، سواء في التنشيط أو في تجهيز الرحم لنقل الأجنة؟ لحد سنة فاتت مثلا أو أكتر شوية صغيرة كان العلم والجايد لاينز والطب المبني على البينة اللي احنا كلنا بنمشي وراه بيقول إنه في فرق بين التنشيط وبين المريضة اللي بتجهزها علشان تنقلها مجمد. لو هي عندها ادينومايوسيس يفضل ان انت تمشيها على بروتوكول طويل شوية تعطل فيه هرمون الاستروجين او تعطل فيه نشاط المبيض وبعدين تبدأ معاها التنشيط، ولما تيجي تجهزها برضو نفس الطريقة، تعطل الاستروجين او تعطل المبيض شوية ثم تجهزها علشان تنقل الأجنة المجمدة. ولكن العلم اتغير في خلال السنة ونص اللي فاتوا دول، والرأي العلمي الصائب دلوقتي بناء على تجارب كثيرة جدا ومقارنات كثيرة جدا انه مش بالضرورة ان احنا نعمل لها بروتوكول مخصوص. طب انا خبرتي الشخصية ايه؟ خبرتي الشخصية انه طالما العلم قال انه مش بالضرورة نعمل لها بروتوكول مخصوص، فبالتالي العلم سايب لنا هنا حرية اختيار البروتوكول معاها، يعني بيقول ان احنا ممكن نتبع معاها اي بروتوكول. فانا ما زلت متمسك بالرأي القديم شوية انه احنا بنجهزها فترة اطول شوية من الحالات اللي ما عندهاش ادينومايوسيس، وده بيفرق معانا في النتائج من فضل الله بنسبة كبيرة جدا على خبرتنا في حالتنا احنا. في اخر الفيديو حابب اشارك تجربة مريضة معايا عملت حقن مجهري حوالي 11 مرة. هي من 10 سنين مثلا ربنا كرمها وحملت وولدت، وبعد كده الادينومايوسيس زاد عندها قوي قوي لدرجة انها بيحصل معاها حاجة غريبة جدا. لما بتيجي تنقل الأجنة بتنزف بعد خطوة نقل الأجنة، يعني تبقى ماشية كويس قوي في مرحلة التجهيز وبعدين تيجي تنقل الأجنة فتنزف بعد نقل الأجنة على طول. ودي كانت حالة عجيبة جدا في التاريخ المرضي بتاعها يعني. بعد كده انا شخصت من فضل الله رب العالمين انه الموضوع نتيجة انها عندها غدد رحمية او تغدد رحمي او بطانة رحم مهاجرة داخل تجويف الرحم، يعني مش بس في العضلات، لا هي في العضلات ولكنها فاتحة داخل تجويف الرحم، فده بيخليها لما تحتك بيها اي حاجة حتى قسطرة نقل الأجنة بتؤدي الى نزول دم بكميات كبيرة. احنا قعدنا مع المريضة دي حوالي 3 سنين بنحاول معاها في الحمل الطبيعي، لان تحاليلها وتحاليل جوزها والاشعة بالصبغة بتاعتها كانت كويسة، ما حصلش نصيب فدخلناها نعمل حقن مجهري تاني. تبعنا معاها بروتوكولات معينة في الحقن المجهري وربنا كرمنا سبحانه وتعالى، بس احنا قعدنا نجهز فيها فترة طويلة جدا. هي دلوقتي حامل في توأم من فضل الله رب العالمين، ربنا يكرمها ويكرم كل الناس ايا كان الحاجة اللي منع الحمل عندهم.